ركز معايا يا حبيب اخوك عشان اجيب لك هديه يوم عرفه، وهديه يوم عرفه مش زي اي هديه واحنا ما عندناش وقت، فخليني ابدا على طول واقول لك انه 4 اعمال لازم تعملهم في عرفه، واوعى تفوت عرفه من غيرهم. العمل الاول هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه، والصالحين كانوا بيشيلوا حاجات السنه كلها اللي عايزينها يروحوا بيها لربنا يوم عرفه. دعاء مستجاب باذن الله، فاوعى تفوت عرفه من غير دعاء. تقول لي يا امير بس انا ما بعرفش ادعي بالسجع والطريقه المنمقه الجميله دي، فينفع اقول كده اللي يجي على قلبي ولساني وربنا يتقبله مني؟ اه والله يتقبله يا سيدي، اه والله يتقبله، اللي طالع من القلب ربنا يقبله. تقول لي طب ما فيش يعني نصيحه كده يا امير بتعمل بيها كده تقول لنا عليها؟ اقول لك اه كده ماشي. نزل حاجه فيها ادعيه الكتاب والسنه، والادعيه دي فيها خير الدنيا والاخره كله، بس اوعى تكتفي بيها، لازم برضه تدعي باللي بيجي على قلبك لانه ده اللي طالع من قلبك على طول. وكمان قسم الدعاء بتاعك فصول، يعني هتبدا تدعي دلوقتي تقول ايه؟ انا مثلا الدعاء اللي في الاول خالص هيبقى لابويا وامي مثلا، خلصناه هقوم داعي لمراتي وعيالي، خلصناه هدعي لاخواتي واصحابي، خلصناه هدعي لنفسي بخير الدنيا، خلصناه هدعي لنفسي بخير الاخره. فتبقى منظم في الدعاء، فتلاقي نفسك قادر تدعي فتره طويله من غير ما تبقى متلخبط. طب خلصنا كل دول اقعد بقى اسكت؟ لا، هبدا من الاول تاني. والالحاح في الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب لقبول الدعاء، فتفضل ايه؟ دعاء يوم عرفه. ماشي. تاني حاجه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث: وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده ذكر يوم عرفه يا اخواتي، فادي للذكر ده وقت في اليوم. قول والله انا مثلا هعمل الذكر ده نص ساعه في اليوم، اكثر احسن لك، لانه من قالها 100 مره، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر اخبر انها 100 مره بس تبقى عدل 10 رقاب، كانك اعتقت 10، وده يعني اجر عظيم. وتحط عنك 100 سيئه وتزيدك 100 حسنه، وتبقى حرز من الشيطان، حاجه تحفظك من الشيطان. ومفيش حد يبقى عمل زيك ابدا الا اللي عمل زيك او زاد. يعني ده حاجه عظيمه جدا جدا جدا، فاديله وقت من اليوم ده. طيب ايه رقم 3 يا عم امير؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا ابي بن كعب قال له يا رسول الله انا بصلي عليك، اخلي لك قد ايه من صلاتي؟ وقعد يزود كل شويه لغايه ما قال له اجعل لك صلاتي كلها، انا ما اقولش حاجه تانية غير ان انا اقعد اصلي عليك. قال اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. الحاجتين اللي ممكن تكون خايف منهم في الدنيا والاخره، الهم بتاع الدنيا والذنب اللي ممكن تلاقيه في الاخره تعاقب عليه، الاثنين بالصلاه على النبي يتحلوا. فبرضه اجعل وقت في اليوم، قول والله انا نص ساعه ساعه، وكل ما تزيد هو خير لك ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والعمل الرابع هو قول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي صححه الشيخ الألباني أخبر إن ده يغفر ذنبك ولو كان فر من الزحف. الفرار من الزحف ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا، وذنب كبير جدا جدا جدا. القول ده يغفر بيه بإذن الله الفرار من الزحف. فأنت أقوله بقى قد إيه؟ والله برضو اديله وقت في اليوم، قول نص ساعة ساعة، اليوم طويل وعندنا وقت. فأربع حاجات اوعى تفوتهم: الدعاء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا يتقبل مني ومنكم، ما تنسونيش في دعائكم ومش هنساكم في دعائي، وربنا يقبلنا. وبإذن الله السنة الجاية كلنا كده على عرفة بنحج إلى بيت الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.